السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوصفة المنسية يا بنات مش كتير بنعملها، بجد تحفة شيك جدا حتى في تقديمها وفي عمايلها، سهلة جدا. المبتدئات في المطبخ أول مرة تدخلي المطبخ هتعمليها وتطلع هيك ممتازة بجد، لأنها يعني مش محتاجة تريكات كتيرة ولا حاجة يعني بجد، وموفرة. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة بتمن مفروم، أيوة تمن مفروم، وهنشوف سوا دلوقتي مع بعض. طيب تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على الوصفة. عندي معلقة سمنة وعندي معلقه ليا، يعني لو عندك حطيها، لو ما عندكيش خلاص ممكن تكتفي بالسمنه. هنقلبها كده كويس لغايه بس ما تصفر شويه بالطريقه ديت على نار برضو هاديه او متوسطه. خلصت كده، خدت اللون الجميل دوت اللي انا عايزاه. وبعد كده هننزل، عندي هنا بصله كبيره مبشوره يا بنات او بصلتين متوسطين، المهم البصله تكون كبيره، او اتنين متوسطين مع قرن فلفل اخضر برضو متقطع صغير. وهنقلبها برضو تقليبه كده، انا مش عايزه اتغير لونها بالشكل ده. ده يا بنات والله ربع مفروم مش نص، عشان محدش يقول لي انت عامله نص، هو ده ربع، هو تبين خالص ان هو قليل. ربع مفروم، وهقلبه برضو كويس جدا كده لغايه بس ما يغير اللون بتاعه. ونبدا نحط برضو اللي هي البهارات بتاعتي. طبعا البهارات بتاعتي عبارة عن بهارات لحمة، عندي ملح وعندي زنجبيل وفلفل أسمر ورشة قرفة. القرفة والزنجبيل يا بنات بيدوا طعم جميل جدا للمفروم بتاع الحشو بتاعنا. هقلبه بقى وهسيبه كده حوالي 10 دقايق علشان المفروم بتاعنا يستوي مع بعض. طيب هنا حوالي كوباية ونص صلصة يا بنات، كوباية ونص أو كوباية كبيرة صلصة. أنا طبعا مفرزاها، بس أنا سيحتها على البوتاجاز مع حوالي ربع كوباية يعني شوربة أو مية اللي موجود عندك. لو أنت ما عندكيش حاجة متفرزة يبقى هتضربي شفشق الخلاط ده والطماطم وتسيبيه يتسبك على النار. بعد كده نبدأ نقشر البطاطس بتاعتنا. البطاطس بتاعتنا ديت زي ما انتم شايفين اللي هو الحجم بتاعها اللي هو البيضاوي بالطريقة ديت. طيب احنا انا ما عنديش الا البطاطس اللي هي العادية المدورة دي، تنفع ما فيش مشكلة خالص. بس انا بقول لكم البطاطس اللي عندي ديت بجد. بس يعني جربي اللي هي النوع ده، على فكرة موجود يا بنات كتير في الاسواق اللي هي البلدي، او اللي هي الهايبر برضو موجود فيها النوعية ديت، جميلة جدا. هي نوع صحراوي ممتاز جدا. يعني شكله حتى لما بتقدميه كده على سفرتك شكلها شيك كده بصراحة، كمان أجمل من البطاطس المدورة. لكن اللي موجود هتشتغلي بيه، وهي نفس برضو التقشير ونفس اللي هي التقوير اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. قشرنا البطاطس بتاعتي كلها كده، هنبدأ برضو نغسلها بقى كده، إن كانت فيها رملة ولا حاجة هنبدأ نغسلها من النشا بتاعتها. وبعد كده هنعمل ده حوالي 7 وحدات بطاطس، هنعمل بيهم الصينية بتاعتنا. طبعا ممكن هتقطع كده بالنص على ايديك، انا بحب بصراحة اقطع على ايديا، او ممكن على البوردة بتاعتك هتقطعيها بالشكل ده. طبعا حبايبي البنوتات الصغيرة اللي لسه يعني داخلين المطبخ جديد، طبعا انت استخدمي البوردة على طول في اي حاجة تقطعيها لغاية ايديكي، بس ايه ما تتعود على التقطيع الحاجات علشان ايه ربنا يحفظ الجميع يعني ما تتعوروش. خلصت البطاطس، نبدأ التقوير بتاعها بقى. عندي معلقة شاي صغيرة زي ما انتم شايفين، أبدأ من النص أشيل كده قطعة، وبعد كده بتسهل لي ان اقور بيها البطاطسية كلها بقى، من الجناب ومن الحروف ومن القلبها برضو. خلي بالك تكوني برضو حريصة عشان البطاطساية ما تتشقش منك. يعني انت تكوني متحكمة في المعلقة كده باحساسك كده، بحيث ايه ما تتكسرش منك. سهلة جدا والله يا بنات، ما فيهاش اي صعوبة خالص. ابدأي شيلي كده الجوانب والقلب بتاعها. طبعا القلب اللي احنا فضيناه ده كل ده احنا مش هنرميه يا بنات، احنا مش هنرميه، خلصنا التقوير مش هنرمي القلب الجميل ده كله نعمة ربنا. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه بقية الوصفة. عندي الطبق بتاع اللي هحطه في الفرن، جبت اللي هو قلب البطاطس كله اللي انا شلته، وهنبدأ نحط عليه حبة ملح وحبة فلفل، وهقلبه كويس علشان يبقى طعمه حلو كده مع الحشو مع البطاطس بتاعتنا. وممكن في المرحلة دي لو انت عايزة تحطي معلقة لحمة مفرومة حطي برضو، ما فيش مشكلة خالص، بس انا اكتفيت بالملح والفلفل بس. بعد كده بقى يبدأ بقى ارص البطاطس بتاعتك وهنبدأ نحشيها. ده هنا الربع المفروم، بصي مع البصلة والفلفل، بص كتروا ازاي ما شاء الله. فارجع واقول والله يا بنات ده ربع مفروم. هبدأ احط بقى كده الحشو سواء على حسب الكمية اللي انت عايزاه، بس هو تقريبا يعني بياخد معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة اللي هي نص البطاطسية اللي زي ما انتم شايفين كده.
خلصت بقى هنا الحشو بتاعي. شايفين الكميه قد ايه يا بنات؟ يعني خد والله بقول له زي ما انا بقول لكم تمن، والتمن التاني لسه فاضل اهوت. هنعمل طبعا بيه حاجه تانية، او ممكن تحشي بيه بطاطس كمان. بعد كده انزلي بقى كده بالصلصه. بصوا على اللون اللي انتم ملاحظين، الصلصه بتبقى على الجناب، بلاش تحطيها فوق اللحمه علشان ما تبقاش طريه قوي اللحمه. ويا دوبك الصلصه بتاعتك هتحطيها يا دوبك نص البطاطسايه كده، ما تبقاش كتيره برضو عشان ما تبقاش ايه فيها كتير. الحرارة بقى ممكن تغطيها وممكن لأ. الطبق ده على حسب راحتك، لو انت عندك وقتك خلاص ممكن ما تغطيهوش على حرارة 200 في الرف الأوسط، وهتسيبيها ياخد من ساعة ربع لساعة لغاية. بس أهم حاجة البطاطساية تكون استوت، يعني تعرفي إن هي استوت إزاي؟ تغرزي كده فيها سن سكينة هتلاقي البطاطساية استوت منك خلاص. يبقى هو أصلا اللحمة المعصجة مستوية، فهي مش هتاخد وقت. يعني المهم سواء البطاطس عندنا. بعد ما استوت بقى يا بنات انا غطيتها في الاخر، يعني يعني ممكن تغطيها بفويل عشان ايه مش هتاخد منك كمان نص ساعه لو انت غطيتيها. لو انت ما غطيتهاش ممكن تاخد منك وقت شويه لغايه البطاطس ما تستوي. بعد كده بعد ده هنا دلوقتي الصينيه عندي استوت تماما. حطيت عليها بقى جبنه موتزاريلا، وده اختياري، حطيها بقى تحت الشوايه حاجات بسيطه خالص لغايه بس الجبنه ما تغير لونها، وتطلعيها بقى هتبقى في منتهى الجمال يا بنات. اكله اقتصاديه وسهله وجميله، احنا مش بنعملها كتير، ده موسم البطاطس استغليه يعني. بجد تحفه. شايفه يعني شكلها شيك ازاي كده في الطبق؟ بجد لا طعمها بقى بجد يا جماعه، يعني هي موفره وطعمها جميل جدا. شايفين البطاطس جميله جدا. يعني في ممكن بعد ما تقشري البطاطس ممكن تديها كمان تحميره كده قبل ما تحشيها اللحمه المفروم. بس بصراحه يعني انا بحب احطها كده كلها ني في ني، وبتطلع مستويه وطعمها شاربه بقى كده من الصلصه واللحمه المفروم كله كده، بجد خطيره. لازم تجربوها يا بنات، مش هتخسروا حاجه والله لما تجربوا الوصفات الجديده الخفيفه. هي وصفه مش جديده، هي قديمه بس بجد مش كتيره الواحد بيفتكرها بيعملها. اقول لكم بقى على البطاطس اللي هي اللي تحتيها دي، انسي بقى كده مع شويه رز بقى مفلفل كده، رز ابيض او بشعريه. انسي بقى ده، تاكلي صوابعك على طول وراها البطاطس اللي تحت دي، واخده الخلاصه كلها. بجد وصفه تحفه وسهله وبسيطه. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.